الأمير محمد بن سلمان بيكسب ود دونالد ترامب على حساب أهل المملكة العربية السعودية. ترامب بيطلع يبتزه في خطاب التنصيب التاريخي ويقول له اديني 500 مليار دولار عشان اجي المملكة العربية السعودية. فمحمد بن سلمان ما يكدبش خبر ويقول له هديك 600 مليار مش 500 بس، وحاجة استثمر في الولايات المتحدة الأمريكية. وكأن ترامب كان بيبتز محمد بن سلمان ومحمد بن سلمان قابل للابتزاز. فهل محمد بن سلمان دلوقتي بيلعب بالنار؟ وهل تتحرك المملكة العربية السعودية بخطوات خفية نحو تطبيع تاريخي مع إسرائيل؟ وهل دخلت السعودية بقيادة محمد بن سلمان في لعبة خطيرة؟ وهل الأمير الجديد الشاب محمد بن سلمان بيشارك في خطط ممكن تغير وجه المنطقة؟ كل الأسئلة دي أصبحت حديث الساعة، خصوصا بعد التسريبات عن تحركات خفية ولقاءات بين السعودية وإسرائيل، وارتباط ذلك بحرب غزة والموقف العربي العام وكذلك الموقف الأمريكي. أسئلة ممكن تكون صادمة لكنها بتتردد في أروقة السياسة العالمية. في هذه الحلقة الجريئة والمثيرة هنقرأ ما بين السطور وهنفتح الكتاب ونجيبه من أوله ونكشف خفايا التحالفات والمصالح المتشابكة. ولو انت بقى مهتم باللي بيحصل ومهتم تعرف اللي بيدور خلف الكواليس، تابع الحلقة دي وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي يلا نشوف محمد بن سلمان بيعمل ايه بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. واحد من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في الفترة الأخيرة هو التحولات السياسية العميقة اللي بتشهدها المنطقة العربية، وخصوصا فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ودورها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتحولات اللي طرأت على المملكة والتطورات الإقليمية المحيطة. أسئلة كتير بتدور حول نوايا السعودية الحقيقية، وهل تسعى السعودية إلى بناء تحالفات جديدة مع إسرائيل مثلا على حساب القضية الفلسطينية، أم أن ما يشاع هو مجرد تكهنات ودعاية سياسية بتهدف إلى صورة المملكة العربية السعودية وتشويهها؟ منذ سنوات قليلة كان الحديث عن أي علاقة بين السعودية وإسرائيل يعد من المحرمات السياسية، ويعد من الكبائر التي لا يمكن تخيلها أو حتى الاقتراب منها. لكن في السنوات الأخيرة ومع صعود محمد بن سلمان إلى مركز السلطة في المملكة العربية السعودية بدأت الأمور تتغير بشكل دراماتيكي عام، يعني حتى في شكل المنطقة وشكل المملكة. محمد بن سلمان اللي طرح رؤية 2030 كمشروع لتحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة اقتصادية عالمية جبارة، لقى نفسه في مواجهة عدد من التحديات السياسية والأمنية المعقدة. التحديات دي دفعته أن يتبنى نهج جديد بيقوم على إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. وهنا بيجي السؤال المحوري: هل تخلت المملكة العربية السعودية عن ثوابتها خصوصا فيما يخص القضية الفلسطينية منذ انطلاق عملية التطبيع في المنطقة، والتي بدأت بشكل علني مع الإمارات ثم البحرين والمغرب والسودان؟ ظهرت تسريبات وتقارير إعلامية بتشير إلى أن المملكة العربية السعودية هي الطرف الخفي اللي بيدفع بعجلة التطبيع إلى الأمام، لكن من تحت لتحت، وإن كانت تحاول عدم الظهور بشكل مباشر في الواجهة. لكن مع مرور الوقت والأيام بدأت المؤشرات تتزايد بشكل مهم جدا ومتسارع جدا. وجود تنسيق أمني واستخباراتي بين الرياض وتل أبيب، حتى وصل الأمر إلى الحديث عن لقاءات سرية بين مسؤولين سعوديين ومسؤولين إسرائيليين، والراعي هو الولايات المتحدة الأمريكية طبعا. التطورات دي أثارت استياء واسع في الأوساط الشعبية العربية والإسلامية، اللي شايفة أن هذه التحركات طعنة في ظهر القضية الفلسطينية بكل طريقة. محمد بن سلمان اللي بيسعى إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة اقتصادية عظمى من خلال مشروعات ضخمة زي مشروع نيوم وبرامج تنويع الاقتصاد، بيدرك جيدا أن الوصول إلى هذه الأهداف بيتطلب تقديم عدد كبير من التنازلات السياسية. ومن هنا جاء الانفتاح التدريجي على إسرائيل. السؤال: هل هذه التنازلات مبررة من منظور المصالح الاستراتيجية للسعودية؟ وهل يمكن للمملكة العربية السعودية أن تجمع بين السعي للتطبيع وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في آن واحد دون أن تخسر سمعتها ومكانتها كقائدة للعالم الإسلامي؟ الواقع بيقول
إن المملكة العربية السعودية بتقف أمام مفترق طرق خطير. فمن جهة مثلا هتلاقي في ضغوط أمريكية كبيرة عشان تدفع السعودية نحو تطبيع شامل وكامل وتام مع إسرائيل كجزء من تحالف جديد في مواجهة مين؟ في مواجهة إيران. ومن ناحية تانية هتلاقي إن في التزام تاريخي تجاه القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة التي لا تقبل أبدا أن تميع القضية الفلسطينية، وما زالت بتعتبر إسرائيل هو العدو الغاصب. المعضلة الحقيقية موجودة فين؟ موجودة في محاولة التوازن بين هذه الضغوط والالتزامات، وفي كيفية إدارة هذه المرحلة دون الوقوع في أخطاء كارثية ممكن تؤدي إلى فقدان ثقة الشعوب. الحديث عن التطبيع لا يمكن فصله عن الدور المتغير اللي بتلعبه إيران في المنطقة. مثلا السعودية بتعتبر إيران، وده حاجة مش سر يعني، بتعتبر إيران هي العدو الأول اللي بيهدد الأمن القومي السعودي، خصوصا مع تصاعد نفوذ طهران في اليمن وسوريا قبل الثورة طبعا ولبنان. لذلك فإن التحالفات مع إسرائيل بينظر إليه في الرياض كخطوة ضرورية لتعزيز الموقف الأمني السعودي. لكن هنا هتلاقي فيه مفارقة عجيبة جدا. هل يمكن أن يصبح العدو السابق صديقا مؤثرا وموثوقا به في مواجهة عدو مشترك، أم أن هذه التحالفات الجديدة ستنتهي بانفجار داخلي يعصف باستقرار المنطقة؟ طيب المقاومة الفلسطينية لو رحنا لها شوية هنلاقيها بقت أكثر صلابة في السنوات الأخيرة، وليها كلمة مسموعة رغم الحصار الخانق من الجميع. حماس بقى والجهاد الإسلامي وكتائب المقاومة الأخرى أثبتت أنها قادرة على الرد بكل قوة على أي عدوان إسرائيلي. في المقابل الحكومات العربية المطبعة الإمارات والبحرين وغيرها بتسعى إلى تبرير تحركاتها بحجة أن التطبيع سيخدم الشعب الفلسطيني زي ما قال توفيق عكاشة بالظبط. لكن هذا التبرير أصبح مرفوض على نطاق واسع، لأن الشعوب العربية بتنظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها تأتي على حساب الحقوق الفلسطينية وليست لصالح فلسطين. وهنا نوصل لجوهر ولب القضية. السعودية عايزة إيه بجد؟ هل الهدف هو تعزيز موقفها وموقعها الإقليمي والدولي من خلال التطبيع مع إسرائيل، أم أن هناك استراتيجية بعيدة المدى بتهدف إلى تحقيق توازن قوي جديد في الشرق الأوسط؟ لو كان الهدف هو تحقيق السلام والأمن فإن الطريق في الآخر لو كان الهدف هو تحقيق السلام والأمن فإن الطريق لتحقيق ذلك بيبدأ بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة، وليس بإقامة تحالفات مع دول بتمارس القتل والتدمير بشكل يومي. الأمير محمد بن سلمان عايز يصنع تاريخ جديد للمملكة العربية السعودية، لكن التاريخ الذي يصنع على حساب المبادئ لا يمكن أن يكون مستداما ومستمرا. الشعوب لا تنسى من يقف معها ومن يخذلها. القضية الفلسطينية ليست مجرد ورقة ضغط سياسية يمكن استخدامها وقت الحاجة وتركها وقت اللا حاجة، بل هي قضية حق وعدالة لا يمكن المساومة عليها بأي شكل من الأشكال. وأي محاولة لتجاوز هذا الواقع سيؤدي إلى نتائج كارثية على المدى البعيد، خصوصا من ناحية الشعوب. طبعا السياسة هي لعبة مصالح، والسياسة فيها متغيرات، والسياسة هي فن الممكن. لكن مثلا ما رأيناه في خطاب تنصيب دونالد ترامب، عندما خرج دونالد ترامب في سياق وفي خضم هذا الخطاب يتحدث عن المملكة العربية السعودية، وبيقول ان هو ممكن يطبق العلاقات الأمريكية مع السعودية، وممكن أن تكون وجهته الأولى في زيارته للمملكة العربية السعودية بعد تنصيبه رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، لو أن المملكة العربية السعودية رمت بياضها يعني ودفعت 500 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أثار غضب كبير جدا في الأوساط العربية. لكن قطع هذا الغضب قرار الأمير محمد بن سلمان اللي قال أنه مستعد والمملكة مستعدة أنها تستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، لتثبت أو يثبت محمد بن سلمان أن دونالد ترامب هو تاجر شاطر فتوة وبلطجي بيمارس البلطجة السياسية، لكن للأسف يجد من يؤيده ومن يساعده ومن يسانده ومن يستجيب له. السعودية هتدفع 600 مليار دولار لدونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية. لو عجبك بقى هذا الكلام وشفت ما خلف الكواليس اكتب لنا في التعليقات، وما تنساش لايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. إلى اللقاء.